انا ممكن اقول صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. لايك بقى وشير جدا 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 للفيديو بتاع النهارده. فيديو النهارده متعوب عليه حرفيا يا جماعه. هنتكلم عن التفريزات وهنعمل تفريزات. يعني انا هتكلم وهنتقد التفريزات، ولكن هنعمل برضه تفريزات وهقول لكم ازاي بتنتقد يا بنتي وبتعملي في نفس الوقت. هقول لك ازاي لما تشوفي الفيديو معايا لحد الاخر. بس اوعي تنسي تحطي اللايك بتاعي، علشان اللايك ده بيفيدني جدا، بيفيد القناه جدا جدا، وبيخليها كده تنتشر وتوسع، وانتي بيكون ليكي الفضل في كده. فمن فضلك ما تحرمنيش ان القناه بتاعتي تكبر بسببك، ويكون ليكي فضل معايا في انها تكبر عشان نوصل ل100 الف بسرعه قوي. طيب مبدئيا كده انا نزلت السوق يا جماعه. زي ما انتم ماشيين معايا من اول الشهر، انا ماشيه بميزانيه ال1500 جنيه. ف الحاجات اللي بجيبها هتشوفوها على فكرة في اخر الشهر كده ان شاء الله. هنزل لكم فيديو في كل المشتريات اللي انا اشتريتها في الشهر كلها، انا مصوراها معاكم. فانا محتفظة بالفيديوهات دي بامر الله، وهجمعها وهنزلها لكم كلها على بعضها علشان تشوفوها وتعرفوا انا اشتريت ايه بال1500 جنيه طول الشهر. ما يبقاش الفيديو بس يعني متقطع، او مثلا المشتريات كل روتين فيه مشتريات معينه. فانا هجمعها لكم كلها عشان تشوفوا معايا انا مشيت الميزانيه ازاي على بعض. مبدئيا مشتريات النهارده كان نفسي فيها قوي، طبعا شايفين كرومب، مفيش غير الكرومب يا جماعه هو اللي مالي كده عين الشاشه. بصوا بقى، بالنسبه للمكرونه، المكرونه سعرها زي سعر الرز بالظبط، الكيلو ب20 جنيه. فانا جبت نص كيلو من اللي هي نص ديت او العقله، والتانية مش عارفه اسمها ايه كده، معوجه شويه. جبت نص من هنا ونص من هنا، وجبت فول بلدي. جبت كيلو فول بلدي بصراحه ب36 جنيه. ولقيت سعر الليبتون الشاي رخيص عند العطار ده، لقيته ب40 جنيه، مش ب46 ولا ب48 زي ما سمعت في محلات تانية. جبت 3 كيلو رز عشان انا محتاجاهم يكونوا معايا لحد اخر الشهر. انا بحتاج تقريبا من 4 ل5 كيلو رز في الشهر. بنعمل رز كتير يعني، احنا بنحبه. وجايبه كيلو طماطم، 2 كيلو طماطم كده لقيتها ب5. فجبت 2 كيلو، وجبت كرنبتين صغننين كده ب25 جنيه الاتنين والله. مش عارفه انا اتخميت فيهم ولا ايه، بس يعني بألف حنا مش مهم. وجبت كمان خضره، جبت خضره كتير قوي، لاني مش عايزة احط رز كتير بصراحة، عايزة احط يعني خضرة اكتر من الرز، بحيث الافادة للجسم وفي نفس الوقت الافادة للجيب يعني. فخدت بقى فنجان القهوة بتاعي، فطرت بصراحة، معرفتش اصورلكم الفطار لان زين كان فوق دماغي. ففطرت وبعدين عملت فنجان قهوة بعد ما هو نام. وقلت بقى لازم اقعد مع نفسي واخلص اللي ورايا. كان عندي تفريزات كتيرة قوي. لو انتوا تفتكروا انا كنت جايبه معاكم فاصوليا وبسلة وفراولة، وجايبه معاكم حاجات كتير. فهنبدأ نعملها دلوقتي واحدة واحدة كده. اول حاجه البسله دي كانت نص كيلو، هقعد بقى افصصها وهتشوفوا دلوقتي وهي متفصصه هتبقى شكلها عامل ازاي. يا جماعه ده نص كيلو، انتوا متخيلين شكله عامل ازاي؟ انا غلطانه ان انا اشتريت بصراحه غلطانه والله. وحاسه ان انا مش هشتري تاني بسله بالشكل دوت وافرزها عندي، او يعني افصصها عندي. انا هشتريها متفصصه احسن. او هشتريها من ماركة بسمة عادي، او من اللي هي المعلبة، ما بتبقاش فيها حاجة على فكرة، بتبقى كويسة وما فيهاش اي حاجة. بس يعني بس بصراحه اتضايقت، يعني حاسه ان هي قليله قوي، 12 جنيه ونص عليها، دي ما تجيش ربع كيلو بعد ما اتفصصت يعني. دلوقتي بقى هعمل الفاصوليا معاكم. فاصوليا هقطعها، قلت اقطعها بالطريقه دي بحيث انها تنجز معايا. وبعدين افتكرت ان انا عندي اختراع كده بقالي كتير قوي موجوده عندي من جهازي، والله من جهازي، وما اتفتحش إلا دلوقتي. انا بقى داخله 3 سنين جواز اهو، ما فتحتوش الا دلوقتي معاكم في الفيديو، هتشوفوه دلوقتي حالا. فمبدئيا كده، ايه موضوع التفريزات يا ساره؟ ازاي تنتقد التفريزات وازاي بتعملي؟ انا هنتقد التفريزات لان لقيت بعض القنوات اللي انا متابعاها واللي بحبها وبحترمها جدا، لقيت ان هم مفرزين حاجات كتيره قوي وفوق الطاقه. يعني مثلا انت مفرزه كميات كبيره قوي من الخضار ومن كل انواع الخضار، وكمان المحشي عاملاه، وكمان الكرنب عاملاه، وكمان تمام. انت حرة وبتعرضي فكرة وتمام. لكن الموضوع ما يوصلش يا جماعة لان احنا كمان نفرز او نعمل تفريز للوجبات بتاعة الاكل. معقول انا هقف في النص ساعة اللي هاخد فيهم برضو ثواب وانا بطبخ للعيلة بتاعتي، او الساعة هحضر وجبات من دلوقتي؟ يعني من دلوقتي هنحضر وجبات؟ لا ما ينفعش. المفروض انا منتقده الموضوع ده. انت مثلا لو هتحضري وجبات لنفسك انت في الشهر عموما، وانت عايزه تعملي فكره جديده على القناه، قولي للناس في الفيديو ان انت بتعملي كده علشان تدخلي فكره جديده، مش علشان تفرضي عليهم ان هم يعملوا ده زيك، فاهميني؟ بصوا بقى دوت المقص اللي انتوا شايفينه دوت، هو بيقطع كده، هو 2 في 1.
المفروض ان هو يعني مقصه في نفس الوقت كده، زي يعني اللي هو عارفين انتوا بتقصوا عليه، او زي هقول لكم زي ايه دلوقتي. عارفين الفالنشا مثلا، زي الفالنشا بالظبط، هو مقصه وفالنشا في نفس الوقت تقريبا، يعني هي دي فكرته. فجبته بقى، قلت ايه هظبطه كده واعمل بيه بقيه الفاصوليا. وبصراحه ساعدني ومبسوطه قوي ان انا استخدمته، وفرحانه قوي ان انا جددت كده في الحاجات اللي انا بستخدمها، وانا كنت شايلاها صراحه الوقت عوزه يعني، والحمد لله جه وقته بقى. قلت اطلعه معاكم كده في الفيديو. انا الحقيقه يا جماعه كنت قاعده بره في الصاله، قاعده بقى براحتي، المطبخ كان جوه يعني ساقعه وانا سقعانه كده كده، فقلت اقعد براحتي قدام قدامي كده التلفزيون، وفي نفس الوقت اصور لكم براحتي واعمل الحاجه وانا قاعده متدفيه. وزين كان نايم، ما كانش هيعمل لي اي مشكله، ولا كان هيقول لي بقى ماما ولا بابا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، ولا كان هيجي ناحيه الحاجه اللي بعملها، انه كان نايم يعني باختصار. فنرجع لمرجوعنا. انا دلوقتي لما هعمل معاكم، انا مثلا جايبه كيلو واحد من الفاصوليا، كيلو واحد، اوكي. الكيلو دوت انا عملته على 3 اكياس، كل كيس وجبه. دي حريه، تمام. يعني انت عملتي اهو، انت ممكن تعملي زيي. بس فانا حاسه ان الموضوع زاد اوفر، يعني لما تبقى انت بتفرزي كميه كبيره. فانا زي ما بقول لكم، انت ممكن تعملي زي، ممكن ما تعمليش. فانا هعمل على، مش عشان مثلا رمضان، لا، انا ممكن اعمل السنه كلها. يعني انا ممكن اشيل الحاجه دي واجيب غيرها، او اطبخ حاجه تانية فتتركن في الفريزر، فوقت ما احب اعملها او تيجي على نفسي وما تبقاش موجوده في السوق اعملها. لكن مش كل حاجة لشهر رمضان. انا عارفة ان هو شهر صيام، وعارفة ان هو شهر عبادات، وعارفة ان احنا هنكسب اكتر لما نعمل الاكل من دلوقتي، او نفرزن، مش ده من دلوقتي يعني، لما نفرزن عموما. تمام. بس يا جماعة كل شيء له حدود يعني. ايوه فرزاني او اعملي، بس ليه ما نعملش ده اول شهر 3، بحيث ان احنا ناخده اخر الشهر، فاهمين؟ وبعدين هو انت ناسية ان في ثواب حلو قوي انت بتاخديه لما بتعملي طبخة، او بتأكلي، او بتعملي حاجة للصائم. سواء الصائم دوت من اهل بيتك ولا مش من اهل بيتك، انت بتاخدي عليه ثواب اصلا. فانتوا عايزين تحرموا نفسكم من الثواب ده؟ يا ستي فرزين الحاجات البسيطة، اللي هو خضار والفاكهة والحاجات دي، تمام. بس مش هقولك ان انا برضو اعمل عصير واعبيه في ازايز ولا في اكياس واشيله علشان ابقى احطه على طول ويفك واصب. مش من دلوقتي يعني. هي الحاجة لما بتقعد كتير برضو، خصوصا الفواكه بالنسبة لي لما بتقعد كتير طعمها بيغير. فانتي ليه تعملي كده من دلوقتي؟ انتوا فاهمين قصدي يعني؟ ليه ما نصبرش شوية؟ او ليه مثلا ما على فكرة انا من الناس اللي بتحب التفريز والله وكل حاجة، بس انا عايزة رفقا بالناس اللي بتشوفنا، لاني انا من الناس، انا من الناس اللي بتحب جدا على فكرة انها يعني تتابع روتينات وكده. ف من فضلكم، من فضلكم نحاول يعني ما نلعبش بعقول الناس اكتر من كده، ونحاول نقدم المحتوى اللي نقابل بيه ربنا. انا لسه وانا بسجل الفيديو دلوقتي عرفت انه في صاحبة قناة فتحت القناة دي من اسبوعين بالظبط، اول فيديو ليها كان من اسبوعين، ونزلت 3 فيديوهات بس. وكان هي عايشة تقريبا في تركيا، وتوفت. يعني هي توفت، وكان عندها 6 بنات وزوجها، هما ال8 توفوا بسبب الزلزال. ما انكرش، انا مش قادره استوعب وانا بقول لكم كده، بقول لكم خبر وفاتها. هي اسمها طيبه وبناتها، او طيبه ام البنات، حاجه زي كده. يا رب يرحمها، يا رب يرحمها، يا رب يرحمها، ويجعلها من يعني من الصالحين ان شاء الله، ويرحمها برحمته، ويجعل قبرها وقبر اولادها وقبر زوجها روضة من رياض الجنة. ارجوكوا ادعوا لها كتير، عشان انا متاثره قوي، انا متاثره قوي 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 من ساعه ما عرفت حقيقي. انا عارفه والله ان الموت قريب مننا قوي قوي. انا من الناس على فكره اول مره اقول لكم الكلام ده، بس انا بفكر جدا في الموت كتير، بفكر في اليوم، مش بفكر يعني هموت ازاي ولا كده. بفكر اقول يا ربي، هل انا اديت النهارده واجبي؟ اللي هو لو قابلتك يا ربي ما كنتش مقصره التقصير اللي يخليني يعني ما بقاش عايزه اموت. انتوا فاهمين؟ انا بشر زيكم، بقصر كتير قوي، وبرجع ندمانه قوي لربنا، وبرجع تاني اقصر، وبرجع اندم والحياه هي كده، وهي الحياه كده. وربنا سبحانه وتعالى بيحب المؤمن الخطاء اللي بيخطئ ويرجع يتوب، يخطئ ويرجع يتوب. لان احنا لو مش بنخطئ، ربنا هيبعت قوم تانيين يخطئوا ويتوبوا، علشان هو تواب رحيم، بيحب يتوب علينا وبيحب يرحمنا وبيحب يغفر لنا. فارجوكوا ارجوكوا اعملوا اللي تقابلوا بيه ربنا.
سواء في تعليق هتكتبيه، سواء في حاجه هتعمليها لبيتك، حاجه هتعمليها لاولادك، حاجه هتعمليها لناس انت هتاثري فيهم بالايجاب او بالسلب. فكروا في ربنا. بس اخر فيديو نزلته البني ادمه دي ربنا يرحمها من 4 ايام، والله العظيم انا كنت شفت في القناه عجبتني، فيها 3 فيديوهات بس عجبتني قوي واشتركت فيها. واول ما عرفت انها توفت من تعليقات على قناه تانية انا زعلت قوي. انا قلت لا يا رب ما يكونش صح. انا حسيت انه مفيش حاجه تستاهل، يعني مفيش حاجه تستاهل تخليني اعمل فيديو عشان يطلع ترند. مفيش حاجه تستاهل. انا كل اللي انا عايزه اعمله دلوقتي ان انا افيدك وانك تدعيلي عشان لما اموت الاقي حد بيدعيلي، عشان لما اموت الاقي في صدقه جاريه على روحي، علشان لما اموت اكون سايبه العمل اللي المفروض اكون سايباه، العمل الصح الصالح اللي انا هقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. فانا انا اسفه قوي اني بقول لكم الخبر ده، بس ده خبر حقيقي، وكنت اتمنى انه ما يكونش حقيقي، يكون اشاعه. بس انا مش قادره اوصف لكم. انا يعني انا بكيت عليها قوي ومعرفهاش والله، معرفش اذا كان اسمها الحقيقي ولا لا، بس هي اختنا في الاسلام، اختنا في الانسانيه، وربنا يرحمها ويرحم كل الموتى يا رب. يا رب يرحمهم كل اللي ماتوا ضحايا زلزال. ليه توابع كتير قوي الزلزال. ربنا يعافينا يا رب، يعافينا ويعافيهم ويعدي الفترة دي على خير، لانها فترة صعبة. هي رسالة من ربنا على فكرة. يعني الزلزال ده او اي حاجة بتحصل في الارض دي مش حاجة بتبقى هباء او حاجة بتحصل كل فترة او العلماء بيكونوا عندهم خبرة بيها او كل الكلام ده. لا طبعا، هو بتبقى رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. فوقوا، تذكروا الله، تذكروا ان مفيش حد ابدا هيقدر عايش عليها طول الدنيا او طول العمر. كل واحد فينا اللي عمره هيخلص. ما انا عليا دلوقتي لقيت نفسي فجأة انا كسارة، انا حاسة ان انا عليا مسؤولية كبيرة قوي لل200 شخص مثلا اللي بيشوف الفيديو. انا عليا مسؤولية كبيرة قوي ل200 شخص. 200 شخص برضو مش حاجة قليلة. انا عليا مسؤوليتكم ان انا افيدكم وان انا اقول لكم الصالح وان انا اديكم المعلومات المفيدة وان انا اتقي ربنا سبحانه وتعالى فيكم. فربنا يجعلني من المتقين يا رب. ربنا يجعلني من المتقين، يجعلني فعلا قادرة ان اقوم بدوري الحقيقي، ما اكونش مثلا بزيف ولو جيت في يوم من الايام زيفت دوري او مثلا اشتغلت عشان ترند ولا حاجة، رغم ان انا لو ده حصل مني رجعوني. رغم ان انا يعني انا مش من الناس ابدا اللي بتحب انها تجري ورا ترند، ولو انا كنت بجري ورا ترند ما كانش ده حل القناة ابدا. الحمد لله. على فكرة بقى انا من ايوه انا كنت زعلانة، وايوه انا بسعى ان انا اوصل لاعلى المراتب في القناة، ولكن انا اعلى المراتب بالنسبة لي ان القناة توصل لناس كتير وتستفاد وتدعي لي. مش عايزه بقى ان انا اوصل ل100,000 عشان اخد الدرع وبس. لا، انا عايزه اكون بعمل حاجه فعلا استفاد منها انا، يعني انا استفاد منها وافيدكم انتوا كمان، لانها تبقى صدقه جاريه على روحي. الله اعلم انا النهارده معاكم، بكره ممكن مبقاش معاكم، لانها لسه منزله الفيديو بقى من 4 ايام وكانت موجوده وعايشه، بس هي ماتت امبارح من الزلزال. انتوا فاهمين؟ فانا مش عارفه اقول ايه اكتر من كده. بس هقفل معاكم بقى الفيديو واقول لكم انا عملت ايه. انا فرصت شويه حاجات زي ما قلت لكم، البسله عشان كانت حبه صغيرين عملتها غدا. حطيت في الفريزر وعملت عصير كمان من فراوله فراوله. وان شاء الله بامر الله لما اجي اعمل بقى الكرنب برضو هصور معاكم، عشان ان شاء الله الكرنب ده ممكن مفرست منه حاجه هعمل ليا وهعمل لبيت حماتي. يا رب ان شاء الله ادعوا لي ادعوا لي ان انا اعمل كده وزين ما يعكننش عليا. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.